السلام عليكم مشاهدينا الاوفياء، مرحبا بكم على قناتنا كلنا سبور. نتمنوا ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، ونتمنوا تدعمونا بالاشتراك وبالاعجاب، شي تعليق محفز اسفل الفيديو باش توصلوا دائما بجديد الفيديوهات ديالنا. وشكرا جزيلا مسبقا. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا نظره على اللائحه اللي استدعاها وليد الركراكي للمباراتين الوديتين ضد موريتانيا وضد انغولا. غادي نهضروا في المرحله الاولى على اللائحه اللي استدعاها، والمرحله الثانيه غادي نقولوا الراي ديالنا بخصوص هذه اللائحه، الغيابات والعناصر الجديده اللي استدعاهم وليد الركراكي. اولا بالنسبه للائحه اللي استدعاها، في البدايه حراسه المرمى ما كاين شي تغيير مقارنه مع اللائحه اللي كانت في كاس افريقيا الاخيره. ياسين بونو لاعب الهلال السعودي، منير محمدي لاعب الوحده السعودي، مهدي بن عبيد لاعب الجيش الملكي. اما بالنسبه للدفاع، اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، محمد الشيبي لاعب بيراميدز، عبد الكبير عبد القار لاعب الافيس، اشرف داري لاعب شارلوروا البلجيكي، نايف اكرد لاعب ويست هام الانجليزي، شادي رياض لاعب ريال بيتيس، يحيى عطيه الله لاعب سوتشي الروسي، يوسف خديم لاعب ريال مدريد. اما بالنسبه لوسط الميدان، سفيان امراب لاعب مانشستر يونايتد، اسامه العزوزي لاعب بولونيا الايطالي، ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد، بلال خنوس لاعب جينك البلجيكي، امير ريتشارلسون لاعب رانس الفرنسي، عز الدين اناحي لاعب مارسيليا، حكيم زياش لاعب غالاتا سراي التركي، الياس اخوماش لاعب فياريال اسباني. اما بالنسبه للهجوم، ايوب الكعبي لاعب اولمبياكوس اليوناني، يوسف نصيري لاعب اشبيليا الاسباني، سفيان الرحيمي لاعب العين الاماراتي، امين عدلي لاعب باير ليفركوزن الالماني، الياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي. هذه اللائحه كما تشوفوا اللي عطات تواجد عناصر جديده لاول مره مع المنتخب الوطني، على راسها ابراهيم دياز اللي فضل يلعب المنتخب الوطني المغربي كيف ما قلنا في الفيديو السابق على حساب المنتخب الاسباني. كما تشوفوا هذه اللائحه اللي عطات تواجد لاعبين جداد اللي على راسهم ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد، بالاضافه لتواجد الخديم اللي ظهير ايسر ديال ريال مدريد مع الفتيان ديال ريال مدريد اللي استدعاه وليد الركراكي لاول مره، وهذا اول مره في التاريخ غادي يكونوا لاعبين من ريال مدريد في المنتخب الوطني المغربي. كذلك تواجد ديال سفيان الرحيمي اللي بصم على واحد المستوى عالي في المباريات الاخيره ديالو مع الفريق ديالو العين الاماراتي، بالاضافه لالياس بن الصغير اللي استدعاه وليد الركراكي على الاداء ديالو اللي تقدم كبير مع موناكو. لكن للاسف الشديد يعني اللائحه عرفت بعض الغيابات وبعض الاستدعاءات اللي ما كانوش في المستوى المتوقع. مثلا بالنسبه للدفاع، اشرف داري اللي تنظن ما كانش في المستوى اللي يخليه يجي للمنتخب الوطني حاليا. كذلك يحيى عطيه الله رغم الاداء اللي قدم مؤخرا مع المنتخب الوطني، لكن حاليا يعني لاعب في بنك الاحتياط مع الفريق ديالو اللي تيتبين الترتيب ديال الدوري الروسي. وفوق هذا الشيء كامل اللاعب مازال احتياطي، ما لعبش دقائق، يعني المباراه الاخيره لعب كبديل، ولكن هذا ما تيشفع عليهش باش انه يكون في اللائحه الرسميه. بالاضافه لسفيان امراب يعني اللي تتعرفوا الوضعيه ديالو مع مانشستر يونايتد، ولكن هذه النقطه نقدروا نقولوا بانه باش يرد ليه شويه الثقه في النفس ديالو باستدعاه، ممكن ندوزوا هذه النقطه هذه ماشي مشكل. بالنسبه لسفيان امراب الاداء والقصه ديال اللي عنده ممكن ندوزوها ماشي مشكل، ولكن نتمناو في هذه المباريات القادمه تعطى الاولويه لاسامه العزوزي او لاعب اخر من اللاعبين الاولمبيين باش يلعب في هذا المركز هذا، باش يكون عندنا بديل سفيان امراب يعني فاش ما غيكونش ان شاء الله. بالنسبه كذلك الوسط الميدان، الغياب ديال امين حارث تتوضع عليه مجموعه من علامات الاستفهام، ما عرفناش الاسباب، ما عرفناش واش المشكل ديال رقم 10 اللي غادي تعطى ابراهيم دياز او لا مشكل اخر. تنشوفوا الاداء ديالو مع مارسيليا اداء احسن من اناحي، يعني اداء مزيان ديال امين حارث، ما عرفناش الاسباب واش هذا هو السبب او لا شي سبب اخر. كذلك بالنسبه لحكيم زياش اللي كان مصاب منذ المباراه المنحوسه اللي كانت مع المنتخب الوطني المغربي، يعني اللي تصاب فيها في الشوفيه ديالو، يعني يلاه رجع من الاصابه ديالو، يلاه لعب في المباراه الاخيره بعد الدقائق في الشوط الثاني، يعني دخلوا المدرب كبديل، يعني مازال ما كاينش في الجاهزيه ديالو واستدعاه المدرب. تنكون خلاه يرتاح، نشوفوا لاعب اخر اللي يكون واجد، لاعب اخر اللي مازال صغير مازال اللي يقدر يعطينا الاضافه، ونخليو حكيم زياش حتى يتعافى حتى يرجع المستوى ديالو المعهود، ومرحبا به ان شاء الله. كذلك بالنسبه للغيابات اللي ما كانش موفق فيها وليد الركراكي، يعني الحمد لله تشوفوا الاداء ديالو اللي قام به مؤخرا مع النادي ديالو الاتحاد السعودي، كنا تنتوقعوا انه غادي يكون، لكن للاسف الشديد كيف ما قال وليد الركراكي بانه ما تيدخلش في التصور ديالو في طريقه اللعب ديالو. نتمنى ان شاء الله يعيد النظر ديالو ويعاود يعطي الفرصه لهذا اللاعب اللي موهوب وعنده طاقه كبيره باش انه يعاوننا، خاصه الخلل اللي عندنا في المنتخب الوطني هو في التهديف، والحمد لله عنده هذه النقطه هذه يعني كبيره بزاف، يعني تيقدر يماركي من لا شيء. بالاضافه كذلك الغياب هذا المتوقع اللي هو ديال العميد رومان سايس اللي للاسف يعني المستوى ديالو نازل بزاف والاصابات ولا تتجيه بزاف، بالاضافه للكبار ديالو في العمر. تنظن ان الوليد الركراكي كان موفق في هذه النقطه هذه ديال الاستبعاد ديال رومان سايس، وكذلك ديال الزلزولي اللي المستوى ديالو نزل بزاف. هذا اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، ونتمنى توفيق المنتخب الوطني المغربي، والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.